كنت هولع في البيت عشان اخترع حاجة جديدة. بصوا يا جماعة، بعد كده ما تجتهدوش ابدا 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 في اي حاجة، اعملوا كما يقول الكتاب. هاي، انا كوكب الشرق في الامارات، واول مرة كنت حاطة فويل تحت الدخون. المرة دي حطيت الدخون على الفحم على طول، وبرضو شوفوا الدخان كان عامل ازاي، وولع برضو ولع. فللأسف انا كنت عايزة اعمل نوع دخون جديد من المسك والزعفران والسمك العربي، وللأسف الشديد باظ. طلع فشل، يعني فشل 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 ذريع. فيا جماعة، في حاجات فعلا محتاجين ان احنا ما نجتهدش فيها. وزي ما انتوا شايفين كده، انا كنت عايزة اعمل يعني زي دخون من المسك، بس للأسف مادة المسك طلعت بتولع، او يعني قابلة للاحتراق بشكل فظيع زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا حاولوا ان انتم يعني تدخلوا دقة العود او بودرة الصندل، لكن ما تزودوش المسك ابدا، او تحاولوا تعملوا منه اي دخون، لانه اول ما بيجي على النار او بيشم النار بيولع زي ما انتوا شايفين كده، والدخان بتاعه بيبقى دخان اسود رهيب. فبجد خدوا بالكم، ومش اي حاجة نخترعها تبقى حلوة. وفي الاخر انا جربتها على الفواحة بتاعة الشمع، والى حد ما طلعت كويسة، بس الصراحة لا، ما عجبتنيش خالص، وبرضو مش هعملها حتى لو فواحة.